السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى ما تتخضوش من المنظر ده. دي انا كان عندي وركين. اولادي بعت اخليهم يجيبوا مكرونه سباكيتي، وكنت هعمل لهم ياكلوها بالوراك. فقالوا لي جابوا مكرونه للاسف، مش سباكيتي خالص، تقريبا نجريسكو. فطب اعمل ايه؟ كنت انا احط لهم اصلا الوراك في صينيه في الفرن، لان هو اصلا مش بيحبوا الوراك. فبحاول اعملها بطريقه كده مع المكرونه. قعدت افكر طب اعمل ايه. المهم عملتها الطريقه دي. دلوقتي انا حطيت ملح اهو، قطعتها كده زي شيش طاووق، حطيت ملح فلفل اسود، حطيت كمون. يعني قطعتها كده، شلت منها العظم، خليتها من العظم يعني. تمام. وقطعتها مربعات صغيرة زي الشيش طاووق، حطيت ملح وفلفل وكمون وبابريكا وسنة شطة صغنطوطة خالص خالص. تمام. طبعا لقيت الشطة كتير فحاولت اشيل منها حبة. بس وحطيت كان عندي الكاري، كركم على كاري كده. بجيبهم للكبسة، حطيت معاهم برضو. تمام. وحطيت عصرة ليمونة او نص ليمونة عصرتها. طبعا معلش انا ما كنتش محضرة المقادير جنبي، ف كنت بجهز كده وانا واقفة يعني. وجبت ربع كوباية لبن حطيتها معاهم، لان انا ما كانش عندي زبادي، المفروض احط زبادي. ما كانش عندي زبادي فحطيت ربع كوباية لبن. تمام. قلبتهم كلهم مع بعض، تقليب كده كويس خالص، بس الحاجات تتجانس مع بعضها. وبعدين سبتهم قد ساعتين كده في التلاجة. يعني دخلتهم التلاجة، قعدوا ساعتين كده بس علشان يتشربوا من بعض كده و... والمكونات تشرب من بعضها. وبعدين سخنت طاسة، جبت طاسة سخنة اهي، طاسة سخنة تيفال عشان ما يلزقوش بس في بعض. وحطيت فيها مكعب زبدة صغيرة ونقطة زيت. وبعدين نزلت فيها المكونات دي كلها. فضلت بقى اسيبها تستوي، شوحتهم مع بعض. اسيبهم يستووا مع بعض، قعدوا يعني خدوا شوية حوالي تلت ساعة كده. كنت بحط، هي طبعا بتنزل مية. يعني الوراك بتجيب مية، يعني بغطيها وبوطي عليها خالص فبتجيب مية شوية من فرق الوراك بتاعتها. وبعدين بقوم كل شوية بحط لها نقطة مية صغيرة كده علشان ما تنشفش مني. وسبتها بقى تستوي على النار خالص 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 براحتها. و... وبس لحد ما استوت معايا خالص واتظبطت. وكنت مغطية عليها طبعا، يعني شوية كنت بغطي وشوية وكنت برجع لها تاني، كنت بوقف الفيديو وبرجع لها تاني. دي هي لما قربت تستوي، بس طبعا لازم اخليها تشرب ميتها. هي تقريبا كده كانت استوت، لان الوراك بتستوي بسرعة عن الصدور. فتقريبا هي كده كانت استوت، بس طبعا لازم اسيبها تشرب ميتها خالص خالص. جبت بقى، كنت مقطعة طماطمية وقرن فلفل اخضر من الرفيع، ويعني نص بصلاية كده صغيرة. كل ده مربعات كده صغنطوطة حطيتها معاهم. هي نفس فكرة الشيش طاووق يعني، بس انا هوريكم في الاخر ايه اللي هيحصل معاهم يعني. سبتهم بقى ياخدوا يدوا مع بعض كده على النار، لحد ما استووا خالص معايا. والحاجات الطماطم والفلفل والبصل كده يعني دبلوا مع الفراخ، لان اولادي مش بيحبوا يبقى فيهم طعم. كنت عاملة طبعا شوية بشاميل. يعني شوية لبن بشاميل لبن، مع يعني معلقتين دقيق مع حتة زبدة. يتشربوا بس كده مع بعض ويتقلوا زي البشاميل، زي صوص البشاميل كده بتاع المكرونة. نزلت بيه البشاميل على الوراك الفراخ لما استوت. تمام. ولقيت طبعا، شوفوا المكرونة دي ملهاش علاقة بالسباكيتي خالص خالص. دي رحت قلت خلاص اعملها لهم كده. وبعدين خدوا ودوا كده مع بعض. وانا المفروض اصلا انا كنت هعملهم طاجن في الفرن. المفروض ان انا كنت هعمل كل ده هدخلها طاجن في الفرن، بس طبعا ولادي لما دقوها على النار وهي كده فعجبتهم يعني بالصوص الابيض. قالوا لي لا يا ماما ما تدخليهاش الفرن. بس يا رب تكون عجبتكم.